ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص بقى على الابواب. ربنا يجعله شهر كريم ومفترج علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها يا رب، اللهم آمين. ويجعله شهر مفترج لأهل غزة، ويا رب يكون النصر ليهم قريب في الشهر المبارك. فادعوا لهم كلهم ربنا ينصرهم، اللهم آمين. النهاردة كده زي ما انتم شايفين أنا عند مامتي حبيبة قلبي. طبعا زي ما انتم شايفين كده احنا جايبين طبق بلاستيك كبير وكمية من الدقيق. احنا الكمية دي 3 كيلو من الدقيق. دقيق زيرو عادي من الشكاير. تقدري تجيبي دقيق زيرو الأهرام أو أي دقيق بيتباع عند العلاف يعني. ماما كانت حابة انها تعمل قرص وتطلعها كده لحبايبها وتطلعها على روح أمواتنا. فهي حبت يعني احنا عملنا الكلام دوت من اسبوع. انا بتجمع عند مامتي كل خميس. عملت الكلام ده من اسبوع وطلعناها برضو لله وكده. والنهاردة برضو كان الخميس التاني. فيا ماما حبت ان هي تعمله، وهي بقى لما قالت لي تعالي نعمل قرص تاني ونطلعها كلها بقى لله ومش هناكل منها. فحبيت بقى ان انا اصور بصراحة الطريقة. احنا عملناها قبل كده مع بعض، بس بقى دي طريقة مامتي بقى وهتشوفوا بقى فيها مقادير مامتي كده زي ما انتم شايفينها. معانا 3 كيلو دقيق. لكل كوباية دقيق بنحط لها كوباية سمنة. السمنة مش سخنة ولا مقدوحة، هي سمنة متسيحة. وزي ما انتم شايفين كده عملية البس ديت هي ماما بتعمل كده بس بالدقيق كأنها بتعمل كسكسي. مش عارفة هي في الدول العربية بيسموه ايه، بس هو إيه عملية البس ديت زي العجان. انتي لو مش موجود عندك عجانة تعملي كده على ايديكي زي ما مامتي بتعمل. ربنا يديها الصحة يا رب وطولة العمر. زي ما انتم شايفين كده هي اللي حابة تعمل حاجة بنفسها عشان تاخد الثواب بنفسها. انا الاسبوع اللي فات انا اللي عملته. المرة دي بقى هي قالت لي لا تعالي بقى انا هعملها من البداية كده وتقولي لي بقى ايه المقادير ونعملها سوا مع بعض. فحبيت بقى بصراحة ان انا هصورها واشاركها معاكم. فعايزة اقول لكم ان دي حاجة بسيطة، يعني حاجة بسيطة جدا وتطلعي منها لله. على بقى انت حابة تطلعيها صدقة، حابة تطلعيها على روح حد، انت بتحطي فيها النية. يعني حطي فيها النية وسيبيها على ربنا بقى. دي حاجة ما بينك وما بين ربنا. هي طبعا الحاجات دي كل ما بتبقى في السر كل ما بتبقى حلوة. لكن مفيش مشكلة. ويعني بيقولك انصح العبد اللي قدامك وقول له عشان يعمل خير زيك. فهي دي حاجة بسيطة جدا. يعني انا مش بشاركها عشان اقول لكم ان ماما مثلا هتعمل حاجة زي كده وطلعها لله، لا. انا بقول لكم حاجة بسيطة جدا وحبينا ان احنا يعني نطلعها وحاطين فيها نية كذا. انت بقى والنية بتاعتك. حابة ربنا، لو انت ربنا لسه ما رزقكيش بالخلفة وتحطي فيها نية ربنا يرزقك بالخلفة. مش شرط ان انت تعملي حاجة وتكلفي نفسك قوي. على قد ما قدرتك. يعني يعني احنا بصراحة بعدنا عن موضوع الاكل واللحمة والفراخ والرز والحاجات دي حاجة بسيطة جدا. والقرص الفلاحي ديت مش اي حد بيعملها ومش اي حد بياكلها، لان اللي كانوا بيعملوها اجدادنا بتوع زمان. فما بقتش موجودة اصلا. يعني في الافران دي حاجة واللي احنا بنعملها في البيت دي حاجة تانية. حطينا اصلا في البداية كده انا نسيت اقول لكم مع ال3 كيلو دي حطينا كيس بيكنج باودر. وبعد كده حطينا السمنة بسناها كويس جدا. ماما بسيتها كويس جدا كده زي ما انتم شايفين. ودولت كيلو لبن، كيلو لبن دافي كده زي دمعة العين. حطينا الاول الخميرة كوباية اللهم صل على النبي، معلقتين سكر عليهم كيسين خميرة زي ما انتم شفتوا. انا بس الكلام خدني في حتة تانية. وحطينا اللهم صل على النبي عليها شوية مية ومعلقتين من السكر عشان الخميرة تتفاعل. وبعد كده حطينا عندنا كيلو اللبن. يعني ال3 كيلو خدوا معانا كيلو لبن ونص كوباية مية اللي احنا حاطين فيها الخميرة. لو انت بقى حابة تشتغلي في القرص بسمنة وزيت مفيش مشكلة. حابة تشتغلي بيها بزيت بس هقولك برضو مفيش مشكلة، بس هتبقى عاملة زي بتاعة الفرن. مش هتبقى حاجة مخدومة. لكن احنا بصراحة بقى عملناها كلها سمنة بس. زي ما انتم شفتوا كده كمان كانت ماما حاطة فيها سمنة بلدي فكانت طعمها تحفة وريحتها كانت تحفة. هنا قلت اخد من ماما شوية عشان هي يعتبر اللي عجنت العجنة كلها فبقت تقيلة على ايديها. قلت لها طب هاتي بس يا ماما هخفف عنك شوية. قالت لي لا والله. قلت لها لا، سيبيني يا ماما بس معلش هلملك بس الدنيا كده
وهدعك مكانك شوية حتى احنا هنا هنختبر العجينة ونلاقيها لسه محتاجة شوية عجن. هعجنها شوية وبعد كده اديها لماما بقى هي تلمها في الاخر. زي ما انتوا شايفين طريقة العجن، انا مش بعجن كده اللي هو العجين بتاع العيش، لا بعجن كده، باخد العجين واخده معايا وارجعه تاني عشان العجينة تتلم معايا في اسرع وقت. وكل ما تعجني في العجينة بتاعة القرص كل ما تديكي عجينة تحفة وقرص تحفة ومورقة من جوه وجميلة جدا. عايزة اقول لكم ان احنا يعتبر عجناها وقت متواصل كانت 10 دقايق. بصوا كده هنا انا كنت بختبر العجينة بشوفها هي كده خلاص اتلمت وبقت حلوة في ايديا ولا لسه، حسيتها انها لسه محتاجة عجن تاني. فماما هنا برضو خدت تيست كده على ايديها وبتقولي ده حلو يا بنتي وبتلم اهي وجميلة. قلت لها لا يا ماما انا هعجنها شوية كمان. هي كل ما بتتعجن كل ما بتديني العجينة بتاعتها من جوه كده هشة وطرية وحلوة قوي، وبيبقى شكل القرصة كمان حلو. هعجنها بقى هنا كده اخر شوية وهديها بقى لمامتي هتلمها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الله. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. اللهم بارك. اللهم بارك. اللهم اصلح حالنا وحال أمة المسلمين جميعا. اللهم اجعلهم أيام مفترجة علينا وعلى الأمة جميعا يا رب. حبيت كده بس اوريكم جزء من ماما طول ما هي شغالة في العجينة عمالة تدعي كده للأمة الإسلامية، وعمالة تدعي كده ان ربنا يصلح حالنا وحال الأمة الإسلامية كلها ويجعل البيوت كلها عمرانة. فحبيت اديكم بس كده تشوفوا تيست كده من النية. يعني بصوا غير كمان ان هي حاطة النية عمالة طول ما هي بتعجن قدامنا، فعشان كده ربنا بيبارك في الحاجة وبتطلع فعلا احلى ما انت متوقعة، لان انت حاطة فيها النية خلاص ان هي خارجة لله. فهنا كانت العجينة سبناها بقى كانت ارتاحت لمدة نص ساعة. وبعد كده بقى ابتدينا ان احنا نعمل فيها كده نقرصها. زي ما انتم شفتوا العجينة كنت تحسيها ان هي ايه كأنها خمرت، يعني حتى مامتي حطت ايديها كده في قلب العجينة تحسيها ان هي خمرت شوية، لان احنا طبعا حاطين فيها اتنين خميرة وواحدة بيكنج باودر. فاحنا هنا مش هنشغل الفرن غير لما نخلص تقريص خالص، وبعد كده هنشغل الفرن نسوي بقى كله مرة واحدة. يعني احنا مش بنديها مرحلة تخمير، احنا بنخلص عقبال ما بنخلص الكمية كلها، فبيكون اول صاج عملناه او اول صينية عملناها بتكون بقى هي خمرت معانا وارتاحت. وهوريكم تيست ماما بتعمله حلوة قوي 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 على القرص وهي داخله الفرن، يعني قبل ما بتخش الفرن ماما بتعمل فيها ايه هوريها لكم. هنا كنت انا بقطع لماما كده وهي اللي كانت بتاخد القرص وتحط في قلبها العجوه. هي المره دي حبت تعملها بعجوه، احنا الاسبوع اللي فات كنا عاملينها ساده. بس انا برضو قلت لها يا ماما خلي في الاخر شويه كده نعملهم ساده وتعلميهم ان انتي تمشي فيهم كده الشوكه، يبقى دي متخرمه اللي هي الساده والتانية اللي هي بالعجوه السليمه ما فيهاش اي حاجه. فانا كنت بقصلها كده قرص يعني على الحجم اللي هو معين كده، بنعمل حجم معين فكله بيبقى قد بعض. فانا كنت بقصلها وهي تاخد مني خلاص بقى ايه بتحط العجوه وتطبطب كده عليها. وهوريكم كمان هي طريقه عشان هي عملت كميه ويعتبر هي اللي عجنه فتعبت برضو، يعني ربنا يديها الصحه وطولة العمر يا رب وما نتحرمش منها ابدا. فتعبت فكانت بقى بايديها كده بتطبطب على الصينيه تفرد معاها. فهتيجي ان شاء الله هنا كده لقطة وهي بتفردها على الصينية هتشوفوها عاملة ازاي. عايزة اقول لكم الحاجات ديت من يعني من امهاتنا بتبقى ليها طعم تاني وفيها بركة وزي ما انتوا سمعتوا كده طول ما هي شغالة فيها وطول ما هي حاطة ايديها فيها عمالة تدعي كده وتتشاهد عليها وتقول كلام حلو زي ما انتوا سمعتوا كده. زي ما شفتوا كده هي كانت بتطبطب كده عليه على الصينية بتفردها، لان طبعا هي تعبت، لان هي اللي كانت يعتبر عجنة العجينة. احنا لسه بنقول يا هادي بس برضو ايه يعني هي ايديها برضو تعبت منها. فزي ما انتم شايفين كده حاجة بسيطة انتي تحطي بس فيها النية وان شاء الله ربنا يتقبل منك فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. فأنا بفكركم بس ان حاجة بسيطة تقدروا ان انتوا تعملوها وتحطوا فيها النية ان ربنا يرضيكي لو انتي لسه ما انجبتيش، ان ربنا يشفي لك اي حد مريض عندك، ربنا
يجعلها صدقة على روح حد، على روح شهدائنا في فلسطين وفي غزة. فانتي بقى ونيتك، فحطي فيها النية لله، طلعيها بقى زكاة عن نفسك عن عافيتك، تحطي فيها النية لله. زي ما انتم شايفين كده الكمية دي كلها اللي عملناها طلعت من 3 كيلو. زي ما بقول لكم الحاجة والله بتبقى فيها بركة. بصوا دي كده الصاج الاولاني اللي احنا عملناه، عقبال ما عملنا بقى الكمية كلها فخلاص كانت هي خمرت خلاص بقى على ان احنا هنشغل الفرن وندخلها. بصوا بقى هنا كده كانت ماما هتدخل كده الصينية، هي بتسوي في الفرن الكهرباء اللي هو عادي خالص، يعني هي الحاجات كلها جنبها، ما قامتش وقفت في المطبخ ولا اي حاجة، هي الحاجة كلها جنبها. وزي ما انتم شايفين كده دي شوية سمنة هي مسيحاها، وبتحط على وش القرص قبل ما تدخلها شوية سمنة بلدي كده. يا ربي على طعم القرصة وريحتها والطراوة بتاعتها، ما شاء الله الله اكبر، تحفة. عايزة اقول لكم لو جربتوا الطريقة دي هتعجبكم قوي. فانا نفسي ان انتوا برضو تاخدوا الطريقة ديت وتعملوها وتطلعوها كده برضو، حطوا فيها النية اللي انتوا حابين تحطوها وتطلعوها لله. عايزة اقول لكم ان الكمية ديت مش كلها، عايزه اقول لكم ان هي كانت بتطلع كده منها وادت منها الاولاد، يعني اي حد كده معدي كانت بتديله، سواء بقى طالع نازل خدوا مش عارف ايه. وبتدي برضو الاطفال، تقولي سيبيهم ياخدوا، ما هي كده كده خارجه لله، سيبيهم ياخدوا. فبصراحه كانت جميله جدا وربنا يديها الصحه وطولة العمر. بصوا هنا كده تفتح كده واحده بالعجوه، وعشان طرينا العجينه من جوه عامله ازاي هشه جدا وجميله ما شاء الله اللهم بارك. وهتفتح برضو واحدة سادة، ما شاء الله العجينة تحفة جدا وطعم السمنة فيها تحفة بجد، تسلم ايديها. كفاية بس ان هي حابة تعمل الحاجة ديت وبنفسها وحطت فيها كمان اللي هي قلت لكم. ما شاء الله العجوة فيها باينة وجميلة جدا وطرية، القرصة نفسها طرية. بصور ست زي ما سمعتوا كنت حابه ان انا اختم الفيديو على الطبيعه كده وانا ماسكه القرص وبقول رايي فيها، ما شاء بس ما الله عرفتش بقى. جميلة يلا مش وطرية. مشكله، تعوض المره الجايه نبقى نحاول نظبط صوت العيال مع بعض. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك، واشوفكم في فيديو جديد.